السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده وصفتنا سهلة وبسيطة وحلوة. معايا كده كرنبيت مسلوق متقطع كده صغيرة، معايا ملح وفلفل وكمون وشوية صغيرين من الكركم، ومعايا معلقتين من الدقيق ومعلقة من النشا. هخلطهم كلهم كده مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بطماطمية واحدة بس مبشورة، وبعد كده هنزل عليهم بالخضرة وهخلطهم كده كلهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بعدد بيضة واحدة بس وهخلطهم، وهنزل بقى بالمية شوية بشوية لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص، وممكن ما تحطيش بيض اصلا كمان مفيش مشكلة. بصوا كمان هنزل بقى بالكرنبيت كده في الخليط شوية حوالي 10 دقايق. بعد كده بقى هاخد كده الكرنبيتة واحطها كده في البقسماط في الكيس، هجيبه يمين وشمال كده زي ما انتوا شايفين، كله كده هيتغلف بالبقسماط. معايا بقى زيت كده سخن على النار، انزل بقى كده بالكرنبيت بتاعي ومش هقلبه خالص لما ياخد لون. بصوا القرمشه، وبعمل كميه كميه اللي انا هقليها زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى لما كده طلعته كده من على النار، بصوا الجمال وبصوا القرمشه، تحفه يا جماعه بجد هيعجبكم جدا. بقيت الخليط بقى كده اتبقى حتت صغيره خالص، قطعت عليها نص قرن فلفل كده وخلطتهم كلهم مع بعض، وهعملهم زي قرص صغير كده في الزيت. بصوا الجمال، بصوا تحفه الطريقه دي او الطريقه دي، الاتنين ملهمش حل يا جماعه. جربوه مش هتندموا. ايه رأيكم في الجمال والبساطة؟ يا رب الوصفة تعجبكم.